يا مساء الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد، روتين جديد ان شاء الله. فيديو النهارده يبقى كله كده طاقه ايجابيه وكل يستفاد. بس هستأذنكم قبل ما نبدأ مع بعض الفيديو تنزلوا تعملوا لايك وكمان تشتركوا في القناه لو انتوا اول مره تشوفوا قناتي، وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلوا كل اشعار فيديوهات جديده. نبدأ كده بسم الله. طبعا اول حاجه هنكمل كده بس ايه حاجات بسيطه من باقي تنظيفات الفيديوهات اللي فاتت، وبعد كده هندخل مع بعض نعمل الغدا. هنعمل مع بعض النهارده اكله انا عن نفسي من عشاقها وناس كتيره جدا بتحبها ومبقاش في اختلاف عليها. نيجي هنا بس اول حاجه كده، دي طبعا المشيه بتاعه المطبخ زي ما انتم شايفين كده. بصوا، كنت قايله لكم ان هو كان مدلوق عليها جيلي وكنت غسلتها كده، بس كان الظهر بتاعها لسه مطبع عليه، وقاسر كمان مش متذكره يعني كمل ودلق ايه تاني عليها. وكمان جبت الدواسات اللي هي بتاعه المطبخ، والدواسه بتاعه اوضه النوم برضو كان عامل لي عليها فاونديشن وحاجات كده. انا بس كنت مستنيه التوقيت المناسب عشان اغسلها. بس فلميت كده كل المشايات اللي كانت عندي محتاجه ان هي تتغسل، وكان فيه كده اللي القطعه اللي انتوا شفتوها اللي هي الكفيل الفاتح دي كنت غسلتها معاكم برضو من فتره في فيديو. دي علشان قريبه من دخلة الباب وكده، فبرضو كانت محتاجة تتغسل. مكان مقاسر كان داخل عليها بالكروكس وكده، فكانت مطبعة، فحسيت كده ان هي شكلها ملطش وشكلها مش لطيف. اول ما حسيت ان انا قادرة قمت وغسلتهم. كنت هنقعهم في البانيو وبعد كده قلت لا يعني ما ضيعش وقت انجز، لان هما مش محتاجين يعني هما مفهومش بهدلة كتيرة قوي. هو مجرد بس زي ما بقول لكم كده لحوسة تلطيش حاجات كده بسيطة. وبعد كده كان في عندي غسيل طلعته ونشرته برضو. المشاية دي انا سبتها طبعا اتصفت يعني. التصوير بتاع غسيل الدواسات والحاجات دي كان قبلها بيوم، يعني كان بالليل مثلا، سبتهم من بالليل للصبح لغاية ما صفوا كل المية اللي فيهم. وتاني يوم الصبح رحت مطلعه دورة الغسيل اللي كانت في الغسالة ونشرت كله مرة واحدة مع بعض. وبعد كده دخلت بقى على المطبخ اشوف ايه اللي ورايا. طقم التوابل اللي انا كنت عاملاه ده كنت قلبيه برضو بيتصفى. وجيت تاني يوم الصبح لقيته كده خلاص كان زي الفل. رحت حاطه فيه الملح وسبت الاتنين التانيين لما اشوف يعني هستخدمهم في ايه بالظبط. وبعد كده قلت اعمل لي كوبايه شاي علشان يظبط اليوم معايا. انا طبعا من عشاق الشاي. وبالنسبه لبدايه يومك افضل حاجه ان انت تبداي بيها يومك آه، يعني من ناحيه الشغل البيت وكده، زي ما احنا متفقين ان انت تشوفي الغسيل اللي وراكي، سواء عندك غسيل على الحبل عايز يتلم، سواء عندك غسيل عايز يتطبق ويتشال، او غسيل يتغسل، فتبداي ان انت تشغلي عليه الغساله وتشوفي ايه اللي وراكي على ما تخلصي جزء كبير من مهام بيتك. يكون الغساله بتاعتك خلصت، تبداي ان انت تنشري الحاجه. ده يعني بيبقى انجاز كبير جدا في وقتك. تمام كده. بعد بقى ما عملت كوبايه الشاي ركنتها جنبي كده وقلت اشوف بقى ايه هبدا اعمل ايه بالظبط. كنت جايبه هنا طماطم وفلفل رومي. فبدات بقى طلعت الطبق بتاعي بتاع الخضار، او زي ما بنسميه كده اللي هو طبق السلطه، اللي بيبقى يعني لامم كل جميع الخضروات اللي عندك في التلاجة. وده انا اتكلمت معاكم في الموضوع ده اكتر من مره وقلت لكم ان ده احسن وافضل حل. انا عن نفسي معتمداه، ما بعملش غير كده كل ما بجيب خضار. بصوا هنا كان خيار وطماطم. الفلفل انا بعت جبته يعني على ما انا حضرت حاجه الاكل وكده كانت جابتهولي. فبدات كده رصيت الخيار والطماطم، وكمان كان عندي ليمون كده فشيلته زي ما هو بكيسته وحطيته في الطبق برضو. والجزر اللي كان موجود في الطبق انا طبعا حطيته في ميه زي ما احنا متفقين. الميه بترجع الجزر زي ما هو طازه تاني. بس بتسيبيه فيه شويه يعني، فاهمين الفكره. طبعا غيرت الورقه اللي كانت تحت الخضار. انا ما بغسلش الخضار بتاعي، انا بغسله ساعه الاستخدام، لاني لما بتغسلي الخضار بتاعك بيأثر عمره شويه وبتحسي ان هو بيدبل. انما لما بتسيبيه كده زي ما هو زي ما انت جايباه الموضوع بيختلف تماما، وبتحسي ان حاجه كده بتفضل معاكي فتره طويله. غير كده اصلا يعني الحاجه بتبقى مرشوشه وكيماويات وحاجات كتير، فده اصلا يعني بيأثر من عمر الحاجه، ده طبيعي جدا. فبدات شلت كده الحاجه بقى في التلاجة. وكمان كان معايا البلح ده، فبدات ان انا فرطته كده وحطيته في طبق برضو وحطيته في التلاجة. هنا بقى اهو كان الفلفل الرومي، وكمان كنت طالبه جرجير. فبدات رصيته بالشكل ده وسبت واحده بس على قد صينيه البطاطس اللي انا هعملها. احنا هنعمل النهارده الغدا بتاعنا صينيه بطاطس ورز بالشعريه، وكمان كنت عامله جنبهم لحمه. انا دلوقتي داخله تقريبا في 3 شهور ونص او 4، ما باكلش فراخ خالص. عندي كده زي قرفه منها. مع ان انا في العادي اصلا يعني من عشاق الفراخ، يعني ماليش تقول قوي على اللحمه يعني. هنا بقى بدات كده اجهز للحاجه الاول. جبت فلفلايه وطماطمايه، وكمان هقشر 2 بصله.
هي طبعا عندي صينيه البطاطس انا بحط لها طماطم اللي هي الصلصه اللي انا ببقى مفرزاها، لان احنا بنحب الطماطم فيها كتير. ولكن الفريش دي برضو بحس ان هي بتديها طعم شويه، انا ما بعرفش ان انا اعملها بطماطم فريش بس، لازم ادخلها اللي هي الصلصه التانية عشان يبقى الطماطم بتاعتها كتير. ولكن برضو اللي هي الطماطم الفريش دي ما فيش مفر منها حتى لو واحده بس. تمام كده. وبدات طبعا نضفت الجرجير ولميت كل الكلام ده في كيسه واحده ورميته، ونقعت الجرجير في ميه وخل، ما يعني ما بتسيبوش فتره كبيره، هو شويه كده بس، وببدا ان انا اشطفه واصفيه من الميه بتاعته، بس طبعا بنغسله اكتر من مره عشان ينزل كل الاتربه اللي فيه. بدات بقى هنا كده غسلت الخضار بعد ما نضفته وغسلته، وبدات ان انا اقطعه ترانشات بالشكل ده. هنا طبعا السكينه كانت حاميه شويه فعورتني، يعني عملت صبعي، ولكن غسلت ايدي وكملت عادي، يعني هنعمل ايه بقى، الحمد لله. عايزه اقول لكم ان الفلفل الرومي ده بيودي صينيه البطاطس في حته تانية خالص. انا كنت عادي ممكن اللي هو اشتغل من غير الفلفل، لان انا ما كانش عندي في وقتها فلفل، يعني كنت ممكن اعملها بطماطم وبصل احمر عادي. ولكن بصراحه ما عرفتش، يعني انا بحب جدا جدا الفلفل الرومي، من ضمن يعني الاساسيات بتاعه صينيه البطاطس، فبعدت جبته. فصدقوني لو ما بتحطيهوش لا ضيفيه، صدقيني بيدي ريحه وبيدي طعم، بيوديها في حته تانية خالص فعلا. يعني هتحسي الموضوع ده لما يبدا كده الريحه بتاعه صينيه البطاطس بتاعتك تهفف كده في البيت، هتشمي كمان ريحه الفلفل معاها، بيختلف وبيفرق جدا. بدأت بقى قطعت الحاجة بالشكل ده، وكمان كنت مجهزة البطاطس معايا، كنت مقطعة تقريبا بطاطستين او 3، ويعني على حسب بقى بيبقى حجم البطاطس بتاعتك ايه. قطعتها كويس وكمان غسلتها وصفيتها من المية وجبتها بقى في الطبق ده، هبدأ كده انزل بيها في الطبق الكبير ده شوية علشان يشيل معايا كل البطاطس والخضار بتاعي. طبعا حابه تضيفي اي خضار تاني براحتك، ممكن تضيفي فلفل الوان، انا طبعا مفرزه فلفل الوان ولكن يعني مش حابه. الفلفل الالوان عامه بيبقى ليه استخدامات معينه عندي، يعني مثلا ممكن تضيفيه لو عامله شاورما، لو عامله جمبري طاجن، الكلام ده كله، بيتزا. بس هنا بقى نبدا نحط البهارات بتاعتنا، البهارات اللي انت عايزاها، اي حاجه مش حباها بتستغني عنها، مفيش اي مشكله، واي حاجه حابه تضيفيها تمام. وبرده يعني في ناس مثلا ممكن تبقى حابه نكهه معينه من البهار تبقى واضحه، فدي ممكن تكتريها، يعني دي بتبقى ذوقيات، هي مش قواعد ومش اساسيات احنا بنمشي عليها. ضفت اول حاجه طبعا فلفل اسود كتير، انا بحبه جدا، وظبطت الملح بتاعها، وكمان هنا ضفت واحده من مرقه الدجاج، برضو مش حابه ان انت تضيفيها اللي يريحك. في ناس بتحط المكعب زي ما هو، ولكن انا حاسه ان هو بيبقى فيه ساعات تكتلات، فالافضل ان انت تفرميه كده بايدك قبل ما تفتحي الكيسه، وتبداي ان انت تنزلي عليه كده، تنزلي بيه زي الفوريه بالظبط. وبعد كده حطيت 7 بهارات وشويه من الزعتر وحبهان على ورق لورا مطحونين. وكمان يا حبذا بقى لو حطيتي رشه من جوز الطيب، انا بحبها عليها جدا 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 فوق ما اي حد يتخيل، برضو بتودي الطعم في حته تانية خالص، مش لازم تحطي كتير، ممكن تحطي حاجه بسيطه خالص، في ناس ما بتحبهاش، دي حريه شخصيه. وبرضو مرقه الدجاج دي حاجه اختياريه، يعني براحتك، بس انا بقول لكم على الحاجات اللي بتطلع صينيه البطاطس تحفه. انا عامه مش دايما بحط عليها مرقه الدجاج، ولكن في اوقات كده بحب ان انا احطها. هنا بقى جبت كده حته من السمنه البلدي، وبدات ان انا حطيتها كده في القاع بتاع الصينيه، وهنزل بقى هنا كده بالبطاطس بالخضار بعد ما كله كده اتشرب من بعضه كويس جدا. اهم حاجه بتبقى في صينيه البطاطس الفلفل الاسود، الفلفل الاسود بيديها طعم مميز جدا، ويعني بيبقى كده طعمه ما بيبقى واضح، بيبقى حلو جدا. كمان انا كان عندي الفلفل الاسود ده كنت جايباه وطحناه معاكم تقريبا، هو والكمون، كنت مشكره لكم فيهم جدا، هما فعلا حلوين قوي. وان شاء الله يعني هبقى اجيب حاجتي على طول من المكان ده، لان حاجته فعلا كانت طازه وحلوه. يعني الفلفل الاسود يعني كنت الاول بحتاج ان انا احط حبه كويسين او كميه عشان خاطر احس بطعمه في الاكل، ولكن ده ما شاء الله يعني بحط كميه اقل بكتير، ولكن بتديني طعم ونكهه حلوه جدا. بص بقى هنا كده خلاص، كنت برضو يعني بحاول ان انا على قد ما اقدر اظبط البطاطس ان هي تكون تحت، مش الخضار، هي طبعا ما بتتلسعش مني ولا اي حاجه، هي في الاغلب لما بتتلسع ببقى احطها في البايركس،
انا بصراحه ما كنتش بعمل في الألمونيا يعني البطاطس كتير، ولكن بعد كده هعتمدها. انا طبعا عارفه ان الألمونيا يعني بتخلي الاكل تسويته افضل وكمان كطعم احسن، ولكن مش عارفه يعني كنت بحب ان انا اعملها في البايركس افضل، عشان كنت بشوفها من تحت اخدت لون ولا لا. ولكن لا، يعني بصراحه تجربتي في الألمونيا احسن كتير، واديتها سوا مظبوط جدا جدا، ومحتاجتش وقت زي اللي بتاخده وانا عاملاها في البايركس. انا عامه يعني من عشاق الألمونيا، يعني بالرغم كل الحاجات اللي بتطلع وكل الحاجات اللي ماما ربنا يبارك في عمرها يا رب جايباها لي، ولكن برضو مرجعي بيبقى برضو للألمونيا، يعني تحسوني قديمه شويه في الحته دي. هنا بقى بعد ما خلصتها ظبطت الطماطم بتاعتها، حطيت عليها شويه ميه سخنه ودوبتها فيهم، وبعد كده رحت حطاها عليها. طبعا غرقتها طماطم، بعد كده حطيتها على البوتاجاز، بس طبعا حطيت على الوش شويه كده كويسين يعني من السمنه البلدي برضو. طبعا سمنه بلدي، اي حاجه تانية لا، سمنه بلدي بس. ممكن تحطي زبده، ولكن انا بحب قوي طعم السمنه البلدي فيها. بعد كده بقى رحت شلت الجرجير، نشلته من الميه واديته شطفه كده مكان الميه بالخل. وكنت كمان مجهزه الرز بالشعريه، وطبعا اللحمه بحمرها في حته سمنه بلدي كده، بس بيبقى في الاخر خالص مع التقديم. وحابه ان انت تدخليها بقى الفرن تاخد وش تمام، مش حابه خلاص. بس هي كانت تحفه جدا، وسواها كان ما شاء الله مظبوط جدا، صدقوني جربوها هتطلعوا احلى صينيه بطاطس ممكن تعملوها. عايزه اقول لكم هي ما فيهاش اي افتكاسات، هي يعني على طريقه امهاتنا عاديه خالص. وكده يكون وصلنا لاخر الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وطبعا لو طلعتي ولو بمعلومه بسيطه خالص من الفيديو متنسينيش في اللايك، وكمان تشتركي في القناه لو انت اول مره تشوفي قناتي، وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل اشعار الفيديوهات الجديده. واستنوا مني فيديو جديد. باي باي.